تخيل ان العند ممكن يخسرك 350 ألف دولار. ايوه زي ما سمعت كده. دي قصة كلاينت كويتي. الراجل ده كان شغال في شركة ماركت ميكر، بس كانت بتاخد منه عمولات عالية جدا، لدرجة ان العمولة كانت بتوصل ل35 ألف دولار. ليه؟ علشان حسابه كان كبير جدا، كان عنده حسابين. كان اجمالي المبلغ اللي بيشتغل بيه من 500 ل 600 ألف دولار. الشركة دي كانت بتعمل حاجات غريبة جدا في المنصة، فجوات سعرية وتوقف السعر وقت الاخبار، ولو السعر وقت خبر ممكن ما تفعلش ليك الصفقة، وده كان بيأثر عليه وبيخسره كتير. الراجل ده بدأ يشتغل معانا من حوالي سنتين. اول ما بدأ معانا دخل ب 350 ألف دولار، وفعلا بدأ يحقق ربح معانا. بس للأسف عمل غلطة شنيعة جدا، ما قدرش يحافظ على الربح ده. لكن في يوم من الأيام كان السوق عنيف جدا، وهو إنه عنيد جدا أصر إنه يدخل. وانا قعدت اقول له بلاش، التزم معايا وخلينا نكمل على الربح اللي محققينه، وعوضت جزء كبير من خسايرك. ومصمم يدخل بحجة ان راس ماله كبير ويستحمل، ودخل من غير ما يحسب اللوتات، من غير ما يعمل ادارة راس مال صحيحة، وقعد يزود لوتات ويعزز، يزود لوتات ويعزز لحد ما سرحت منه ل 3000 لوت. حصل ايه بقى؟ الماركت ما رحموش، خسر ال 350 ألف دولار كله. والسبب العند هو اللي بيكسرك في السوق، هو السبب الرئيسي في الخسارة. أنا بحكي عن واحد عنده مجموعة شركات في الإمارات والشرق الأوسط، رجل أعمال مهم يعني مش مبتدئ. ولما جه معانا وجهناه لشركة محترمة وشركة كويسة، وبدأ يحقق أرباح بالفعل. بس العند نهى رحلته بالكامل، دخل وبمنتهى الغش بخر 350 ألف دولار، طيرهم في ساعات، مش هزار. ليه؟ علشان عاند مع السوق لحد ما السوق فرمه. وقتها انا ما كنتش عارف اقول له ايه بجد، ما كنتش عارف اسيطر على شعوري وعصبيتي منه. تخيل لو كنت مكاني هتتصرف معاه ازاي؟ اكتب لي في التعليقات، وما تنساش الفولو علشان تشوف القصص الجاية.